السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل عليكم، نهاركم حليب. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد. آه... النهاردة بقى هنخبز معاكم العيش الفلاحي بتاع أجدادنا واللي اتربينا عليه. ما تنسوش الاول تشتركوا معايا في القناة وتدعموني وعايزة اكبر بيكم، وشكرا على اللي اشتركوا معايا الخمسة ستة اللي معايا في القناة. ويا ريت تشجعوني كده وتدعموني، وما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا معايا في القناة، وعايزة اكبر بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. هنا كان طبعا هنا العيش الفلاحي ده بدقيق بلدي نخلته وطبعا العيش في البيت خير يعني. العيش لما يكون في البيت بيبقى خير موجود في البيت يعني. هنا كنت نخلته وعجبت هنا الملح، حطيت ملح وهنا مية دافية، هو بس بيتعجن بملح وبتحط له الملح بتاعه والخميرة وكده تبتدي تعجنيه زي ما انتوا شايفين كده. بيقعد معاكي يعني تلت ساعة يعني. اهم حاجة العجن، تعجنيه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه كلاكيع كده او زي كتل. هنا اهوت كنت هنا خلصت العجين ومرش عليه كده بس عشان بس ما يلزقش معايا في الخلجان اللي انا هنعمله. وهنا كنت كان العجين خمر، وهنا جرسته زي ما انتوا شايفينه كده على الطبلية. الاول ترش الطبلية كده بالردة بتاعته اللي هو بيطلع من النخالة بتاعته، وجرسته. وفي ناس بتجرسه بدقيق وناس بتجرسه بمية بزيت عشان بس ايه ما يجشفش من الوش بتاعها. هنا بقى كنت خلاص كان عمل. هنا ولعت الفرن، وهنا بقى بسم الله هنبدأ بقى الخبيز. هنا زي ما انتوا شايفين كده من الريح. يا ريت تقولولي في التعليقات كده مين اللي بيخبز الخبيز ده، لان انواع الخبيز كتير، بس ده بتاع زمان كنت متربية عليه، بتاع جدتي. هنا زي ما انتوا شايفين كده كنت رحيته وهنا النار تكون عالية شوية، ومنغزه كده بالعصاية. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله احلى عيش يعني تشوفيه. والحاجة اللي انت تعملها في بيتك احلى ما تعملها بره. هذا هو تشوفوا تاني الرغيف التاني اهوت زي ما انتم شايفين كده من الرح سهل اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بنحب نكبره شويه على ايدي كده عشان ما ياخدش معايا في الرح واللي بيعرف يعني زي ما انتم شايفين كده الرح اهو. انا عندي الفرن بتاعي في البلكونه اهو. ما شاء الله على العيش، دقيق حلو، والعيش ما شاء الله ابيض وحلو زي ما انتم شايفين. واسفه بس عشان انا جنب الراديو فالقرآن شغال يعني، فانا ما مفصلوش من عندي من البيت، شغال على طول. ساعة ما اتجوزت وهو شغال كده. فاسفة لو عامل يعني هو صوت قرآن، بس اسفة لو عامل ازعاج في الفيديو. زي ما انتوا شايفين اهوت كده. وهنفضل كده لغاية، وهنعمل كده على طول لغاية ما نخلص الخبيز. خبيز امي ربنا يبارك في صحتها يا رب، وكانت جدتي برضو. الخبيز بتاع زمان. انا عارفه اللي مش هتلاقي كتير يعني بيخبز الخبيز ده، كله طبعا بيشتري من الفرن وكله في اللي ما بيخبزش وفي اللي ما بيعرفش لكن انا كنت متعلمه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. شكرا.